السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كابتن حسام حسن قال تصريح ما كناش نتوقع إن هو يطلع من مدير فني لمنتخب مصر، من قائد زي كابتن حسام حسن، ومن مدرب تاريخه كويس ومشرف زي حسام حسن. يا كابتن حسام، ما ينفعش يبقى عندي فريق زي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، فريق زي الزمالك في نهائي الكونفدرالية، وبدل ما تستغل ده معنويا تقوم طالع مصرح إن مفيش فريق في الدوري بيطلع يعمل تمريرتين على بعض صح. ده مش هيسمى غير حاجة واحدة، وهي إنك بتقلل من شغل المدربين الفنيين اللي في مصر، واللي فيهم مدربين كتير سيرتهم الذاتية كبيرة جدا، وفيهم مدرب زي كولر اعظم مدرب لمنتخب النمسا، واللي وصل بيهم للترتيب العاشر على العالم كافضل ترتيب ليه، واللي حقق مع الاهلي دوري ابطال افريقيا وبرونزيه كاس العالم. وما اعتقدش ان حضرتك ممكن تقبل ان حد يقلل من شغلك. والتصريحات اللي انت قلتها عن مستوى الفرق واللاعبين دي تصريحات سلبيه جدا، وهتضرك انت قبل ما تضر اي حد، وانت اللي في وش المدفع. وكمان دي حاجه عيب انها تخرج من مدير فني لمنتخب مصر. ما كناش مستنيين منك ان انت تقول كده، وكان مصر كلها قبل ما انت تمسك كانت بتقول يلا بقى ما انش الاوان ان حسام حسن يمسك منتخب مصر. دلوقتي بصراحه مع كل تصريح بتطلع تقوله بتخلينا نندم ان احنا اخترناك تبقى مدير فني لمنتخب مصر. ليه بتحبط اللعيبه؟ ليه دايما جاي على اللعيبه؟ اللعيبه هتعمل لك ايه؟ انت بتعمل خطه واللعيبه بتنزل تلعب. اللعيبه بقى اللي انت بتاخدها بالعشر لعيبه من الاهلي دي بتبقى جايه مجهده. مش المفروض الاهلي هو اللي يكسب المنتخب؟ واخر ماتش امام عاشور هو اللي كسبك، يعني الاهلي اللي بيكسبك وانت جاي على الاهلي. وطول ما انت جاي على الاهلي مش هتكسب ولا هتربح ولا المنتخب ده يتقدم خطوه. المفروض يبقى في عداله. عندك بيراميدز، عندك سموحه، عندك لعيبه كتير في الدوري. سيراميكا دي مليانه لعيبه تحفه، في لعيبه كتير وفي كل النوادي. اشمعنى مختار الاهلي؟ ما خدتش غير اتنين من الزمالك، فتوح وعواد، والاثنين قعدوا. انت عايز ايه من الاهلي؟ ايه كل مره تيجي تضغط على الاهلي؟ عايز تعمل معسكر قبلها؟ طب ما اللعيبه دي تعبانه، اللعيبه دي عايزه تريح. عموما هو اتحاد كوره هو اللي جايبك. ما كناش مستنيين من حسام حسن كده، اللي عارفين كلنا ان هو دغري. للاسف ركبت معاهم السلام وعليه العوض ومنه العوض. بصراحه كنت بحترمك، ودلوقتي قلت من نظري باللي انت بتعمله بقالك فتره ده. السلام عليكم.